بنت جميلة بتحب واحد معاهم في المصيف، وبتحاول بكذا طريقة إنها تغير شخصيته. بس بتتفاجئ إنه على نهاية الصيف بقى شاب تاني خالص وأي بنت تتمناه. فيلمنا بيبدأ مع دانكن اللي بيكون مسافر مع عيلته في أجازة الصيف للمدينة اللي بيسافروا فيها كل سنة علشان يقضوا أجازة الصيف هناك. وهما في الطريق والدته وأخته بيناموا، فبيتكلم معاه والده وبيقوله أنت هتفضل منطوي كده لحد إمتى وما عندكش صحاب ولا حبيبة زي باقي اللي في سنك وعلى طول لوحدك. انت عارف احنا جايين هنا ليه السنة دي؟ فبيرد عليه دانكن وبيقوله أكيد يعني عشان نصيف. لكن والده بيقوله لأ، احنا جايين السنة دي بهدف إن شخصيتك تتغير ويكون عندك ثقة في نفسك أكتر. ولما بيوصلوا بيتهم وبينزلوا الشنط بتيجي تسلم عليهم جارتهم وبتطلع بنتها سوزانا وبتسلم عليهم، لكن طبعا دانكن بيكون خجول ومش عارف يكلمها. وبعد شوية بيروح مع أخته للشاطئ وبيبان إن أخته مش قابلة شخصيته وبتقوله يا ريت ما تكسفنيش قدام صحابي زي ما بتعمل كل مرة. فبيروح يقعد على الشاطئ وحتى مش بيكون لابس هدوم السباحة ولا حتى بيبقى عايز ينزل البحر. ووقتها بيشوف سوزانا اللي بتبص ناحيته لكنها مش بتكلمه. ولما أخته وأصحابها بينزلوا المية بيقوم وبيطلع فوق العربية وبيسمع أغاني وبيندمج معاها. لكن في الوقت ده بتيجي سوزانا وبتقف تتفرج عليه، بس أول ما بيشوفها بيقوم يجري على البيت من الإحراج. بس لما بيروح بيلاقي والدته وأصحابها بيستمتعوا بالصيف على طريقتهم وبيستغربوا إنه رجع. ده كل اللي في سنه بمجرد ما بيوصلوا المصيف محدش بيشوف وشهم تاني غير وهم مروحين. بس لأنه شاب خجول والدته وصحباتها بيشغلوا أغاني وبيرقصوا معاه عشان يفك شوية، فبيكون محرج جدا وبيطلع البلكونة وبيلاقي سوزانا واقفة وبتتكلم معاه وبتقوله صوتك حلو جدا في الأغاني، عجبني على فكرة. إيه مش هترد؟ هو أنت على طول انطوائي كده؟ فبيقول لها دانكن وهو مكسوف أنا ما كنتش حاسس إن صوتي عالي، ممكن لأني كنت معلي الأغاني شوية. وبيكون عايز يتكلم معاها بس مش عارف يقول إيه. لكن سوزانا بتفتح هي الباب وبتقوله لو حبيت تكلمني في أي وقت هكون مبسوطة، ولو عايز أي حاجة بأنده عليا، إحنا جيران. وتاني يوم دانكن بينزل الصبح بدري وبياخد العجلة بتاعته وبيتمشى في البلد شوية وبعدين بيروح يطلب عصير ليمون عشان يهدي أعصابه شوية. فبيقرر إنه يلعب جيمز بس بيلاقي في حد بيلعب قبله وبيكون شاب كبير واسمه آين وبيتعرف وقتها على دانكن وبيعرف إنه ساكن جنب الشاطئ وبيقول له آين إنه بيشتغل في وودر ويلي وبينسى نفسه وهو بيلعب فيديو جيمز لأن ده الحل الوحيد للانطوائيين للهروب من الناس. بيلاقي والدته قلقانة عليه وبتقول له بندور عليك من بدري، بعد كده وانت نازل عرفني طالما مش بتاخد موبايلك ويلا تعالى معانا خارجين مع بعض. وبيروحوا وقتها يركبوا مركب اللي بالصدفة جارتهم وأولادها واللي منهم سوزانا بتكون موجودة، بس بيتحرج جدا لأن والدته بتلبسه سترة الإنقاذ وبيبقى شكله وحش جدا في المكان لأن هو الوحيد اللي لابسها وبتتعامل معاه وكأنه طفل. وبسبب الموقف ده مش بيرضى يشاركهم في أي حاجة وبيقعد لوحده. بس لأنه معجب بسوزانا بيفضل طول الوقت يبصلها، فأخته بتاخد بالها وبتقول لها، فبيتحرج جدا وبيودي وشه الناحية التانية. وبعد شوية والدته بتتكلم معاه لأنه قاعد لوحده وبتقوله احنا جايين عشان نستمتع، انت ليه مش قاعد معانا؟ ومن ساعة ما دخلنا المركب وانت قاعد هنا، ده حتى ما غيرتش مكانك. وبنعرف وقتها ان ترينت مش والده، هو جوز والدته اللي لسه متجوزين. لكن برغم كده بيكون فارق معاه ان شخصيته تتغير، بس بيتعامل معاه بطريقة غلط ودايما بيتريق عليه وسط الكلام. وبالليل بيخرجوا كلهم مع بعض لكن دانكن بيفضل قاعد لوحده في البيت عشان عارف إنهم هيفضلوا يتريقوا عليه وهيكون متضايق. والصبح بيصحى من النوم على صوت دوشة تحت وبيلاقي عيلته متجمعين مع أصحابهم، فبيطلع وما بيرضاش يفطر معاهم وبياخد عجلته وبيروح وقتها لأكبر مدينة مائية موجودة في المكان، لكنه برضه بيكون مش مبسوط وبيفضل قاعد لوحده. وبعدها بحبة صغيرين بيروح، ولما بتشوفه سوزانا جاي من بعيد بتقول له عجلة جامدة على فكرة عجبتني. فبيحس دانكن إنها مهتمة بيه قوي، خصوصا إنه دايما بيعك الدنيا ومش بيتكلم، وحتى لما بيتكلم مش بيقول حاجة مفيدة، لكنها كل ما بتشوفه بتبقى مصممة تتكلم معاه. ومن هنا بقى بيبدأوا تبقى علاقتهم ببعض أحسن. ولما بيروح تاني يوم المدينة المائية بيقابل وقتها أوين اللي بيتفاجئ إنه أمن المكان هناك، وساعتها بيبدأ يتريق عليه وبيقول له امبارح جات لنا شكاوى والكاميرات رصدت انك بتلعب وهايص على الاخر، ده قالوا لنا كمان بتضايق الناس الموجوده. فدانكن مش بيدافع عن نفسه
وبيقرر إنه يسيب المكان وبيمشي، لكن أوين بيقوله أنا بهزر معاك، مال شخصيتك ضعيفة كده ليه؟ ده أنت حتى ما دافعتش عن نفسك. وبيحس وقتها أوين إن الشاب الخجول ده مسؤوليته السنة دي في المصيف، وبيكون عايز يغيره للأحسن، وبيقول له يلا نروح نشتري هدوم سباحة. حد يجي مدينة مائية زي دي من غير هدوم سباحة؟ جاي تعمل إيه؟ فك شوية. الناس كلها واخدين راحتهم وبياخدوا أوين وبيعرفوا على أصحاب في سنه، وكمان بيديله باد عشان ينزل ويتزحلق شوية. وبيبان إن دانكن بدأ فعلا يفك شوية وبيكون مبسوط لأنه أول مرة يتزحلق في حياته. لكن من حظه الوحش إن الشورت بتاعه بيتقلع في المية وبيعوم لوحده، فساعتها بيتحرج جدا وبيمشي لأنه بيحس إن المكان مش مناسب ليه. فبيروح وراه أوين وبيكون مهتم بيه وبيقوله إيه ده؟ رايح فين؟ هو أنت مشيت مع أول موقف؟ حاول تاني، يعني إيه المشكلة؟ إحنا كشباب كبار اتعرضنا للموقف ده يجي 50 مرة. مين فينا يعني الشورت بتاعه ما اتقلعش في البحر؟ تلاقيه بس كان واسع عليك شوية. تعالى نرجع مع بعض وهجيب لك واحد أصغر. لكن دانكن بيكون على آخره ومصمم إنه يروح، عايز ينهي اليوم ده بسرعة. فأوين بيقوله طب خلاص هوصلك للبيت، اركب وحط العجلة بتاعتك. وهما في الطريق والأول مرة دانكن بيبدأ يتكلم معاه وبيشكره عشان مهتم بيه، وبيبدأ يعرفه إن والدته مش مهتمة بيه كده، وإنها على طول بتعامله على إنه طفل صغير. ولأن أوين بيكون مصمم يغير من شخصيته، بيقوله هستناك بكرة في نفس المكان الساعة 9، اوعى ما تجيش، وكمان هشغلك معايا. فبيفرح جدا دانكن وبيوعده إنه هيجي. وبعدها بيعرف إن في حفلة عند جارتهم اللي هي مامة سوزانا، وما بيصدق يروح عشان يشوفها. وأول ما بيدخل المكان بيروح عشان ياكل، فسوزانا بتروح تتكلم معاه وبتقوله هو أنت جاي عشان تاكل ولا إيه؟ وبتطلب إنها تخرج معاه، وبيروحوا عشان يتمشوا شوية على الشاطئ. وبيبان عليها إنها بنت طيبة وحابة إنها تخرج وتتكلم معاه، بالرغم إنه شخص ما يعجبش أي بنت. وبتبدأ تتكلم معاه في موضوع جواز والدته، وبتقوله حاسة بيك، أنا والدتي برضو مطلقة وبقالي كتير قوي ما شفتش والدي. بس بتنصحه سوزانا وقتها إنهم لازم يعيشوا حياتهم طبيعي لأنهم مش عايشين في الجنة، وإن زعله ده مش هيفيده بأي حاجة. لكن دانكن بيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها إنه أهله كل واحد فيهم بيفكر في نفسه، ووالدته طول الوقت بتعامله على إنه طفل صغير ولازم هي اللي تاخد قرارات بداله. وأخته بتتحرج منه لأنه خجول. أما جوز والدته لما بيحاول ينصحه بيتريق عليه، وساعات بيبقى محتار ومش عارف هو بيحبه وبيحاول ينصحه ولا بيتكلم معاه عشان يتريق عليه. ووقتها بيكون في احتفالات والجو بيكون عاجبهم ومش عايزين يمشوا، وبتسأله سوزانا انت بتروح دايما فين بالعجلة؟ لكن دانكن بيكون مش عايز يعرفها وبيغير الموضوع. فبتقوله سوزانا براحتك، أكيد يعني مش هعرف بالعافية. وبعدين وهو مروح بيشوف جوز والدته بالصدفة وهو واقف مع صاحبتها، وبيبان من وقفتهم مع بعض إن في حاجة بينهم، فبيستخبى عشان ما يشوفهوش. حتى والدته كمان لما بتشوف صاحبتها جاية بتحس إن في حاجة بينها وبين جوزها. وتاني يوم دانكن بيكون متحمس وبيروح أول يوم شغل ليه مع أوين، وبيديله أوين أول مهمة وبيقوله يروح يوقف المجموعة اللي هناك دي عن الرقص، وإن قوانين المكان ما تسمحش بكده. فبيتشجع دانكن وبيروح يقول لهم إن ممنوع الرقص هنا، وبيرد عليه شاب منهم وبيقول له موافقين بس بشرط واحد، تورينا رقصك الأول، ولو عجبنا هنمشي، لكن لو ما عجبناش كأننا ما سمعناش حاجة. لكن دانكن بيقول له بصوت هادي أنا ما بعرفش أرقص، لكنه بيحاول عشان يخلص مهمته دي بنجاح. وبيبان وقتها إن شخصيته بدأت تتغير وبيتحسن كتير، وساعتها بيعلموه يرقص إزاي، وكأن المجموعة دي واخدين تعليمات يتعاملوا معاه إزاي. وكمان مش بيحرجوه وهو بيعمل حركات هبلة كده، وكمان بيسقفوله لما بيخلص رقص. وبيبان من اليوم ده إنه بدأ يكسب ثقة في نفسه وبيكون وقتها فرحان جدا. ويوم بعد يوم حياته بتتغير وأخته بتبقى ملاحظة الموضوع ده. أما سوزانا الصبح بدري بتكون مستنياه في الشارع وبتاخد العجلة بتاعتها وبتمشي وراه عشان تعرف هو بيروح فين. ولما بتمشي وراه شوية بتتفاجئ لما بتعرف إنه بيروح المدينة المائية، فبترجع وبتجيب شنطتها وكأنها رايحة هناك بالصدفة، وبيبقى شكلها كده معجبة بيه. وأول ما بتشوفه بتقوله إيه ده؟ هو أنت هنا؟ واضح إن الصدف بينا كترت قوي، أنا كنت جاية ألعب وأتزحلق شوية. ووقتها أوين وزميله بيشوفوه وبيضحكوا وبيقرروا إنهم يرخموا عليه شوية،
وبيجيب المايك بتاع المكان وبيقول له قدام كل الناس يبطل يصاحب بنات كتير، كفاية كده، وإنه لازم يشوف شغله بقى مش كده. فبيضحك دانكن على الكلام وبيقول لها ثواني وارجعلك. فبيروح يقول له ايه الكذب ده، سوزانا كده هتطفش. لكن اوين بيقول له يا ابني انت لسه صغير ومش فاهم حاجة، دي كده هتتمسك بيك اكتر. هو بيقول له في المايك تاني يلا ارجع لصاحبتك بسرعة، بس اوعى تقول لها ان كلامنا دلوقتي كان عنها، خليه سر بقى ماشي. وطبعا سوزانا بتكون مبسوطة من الحوار اللي حصل، وطبعا مفيش حد في المكان ما سمعش الكلام اللي بيقولوه، وبتقضي معاه اليوم كله وبتكون مبسوطة بيه لأنه قدر ياخد وظيفة في مكان كبير زي ده. ولما اليوم بيخلص بيرجعوا مشي مع بعض وبيتعشى مع والدته وأخته في البيت، وبيعرف إن جوز والدته مش موجود معاهم على العشاء لأنه خارج مع صاحبه. بس بيكون باين على والدته إن علاقتهم متوترة شوية، وبيسمعهم في نص الليل وهما بيتكلموا، وبتكون والدته مش مصدقة وبتسأله كنت فين؟ فبيقول لها ما قلتلك أنا كنت مع صاحبي كيم، قعدنا شوية في المركب بتاعه. وبيحاول يكذب عليها إنه ما كانش خارج مع صاحبتها ولا حاجة، ولأن والدته بتحبه بيعرف يضحك عليها بكلمتين والدنيا بترجع طبيعي. لكن دانكن بيكون زعلان جدا عليها لأن شايف إن والدته ما تستاهلش كده. وتاني يوم وهم سهرانين مع بعض بتيجي صاحبتها تاخده يرقص معاها، أما والدته بتعرف بالصدفة إن المركب بتاع صاحبه عطل من أسبوع أصلا، وبتعرف إنه كدب عليها امبارح، وبتشوفه وهو بيرقص مع صاحبتها. وساعتها بتكون مصدومة من اللي بيحصل وبتبقى عايزة تعيط. فبيتكلم معاها دانكن وبيقول لها قدام كل الناس انت عارفة الحقيقة، اتكلمي وقولي أي حاجة. لكن برنت بيكون عايز يتخانق معاه عشان هو كده بيسخنها عليه. لكن دانكن لما بيلاقيها مش عايزة تاخد أي خطوة بيتجرأ وبيقول لها دي حياتك وانت حرة، اتنازلي براحتك، بس خليكي فاكرة لو مش عايزة تتنازلي أنا هقف جنبك. والمشكلة بتكبر جدا ووالدته وبرنت بيتخانقوا قدام كل الناس، ومفيش حد من الموجودين ما بيعرفش إنه كان مصاحب صاحبتها. أما سوزانا لما بتشوفه في الحالة دي بتروح تقعد معاه وبتقوله أنا كنت عارفة إن المكان ده مش كويس وما بحبش أتجمع مع الناس الكبيرة أبدا، وبتعرفه إنها قررت تكلم والدها وإنها حابة تروح تعيش معاه. والاتنين بيتفقوا مع بعض على أهلهم، وبتقوله مش عايزاك تكون زعلان، ممكن تكون دلوقتي حياتنا وحشة لأن نص قراراتنا مش بتاعتنا، لكن أكيد لما نكبر وبنكون بناخد قراراتنا بنفسنا حياتنا هتكون أفضل كتير. وبتحاول تلمح له إنها معجبة بيه وبشخصيته الجديدة. وتاني يوم لما بيقابل أوين بيبدأ يتكلم معاه وبيحكي له على اللي حصل، وبيقول له إن ده المكان الوحيد اللي بيحس فيه بالسعادة، حتى زمايله هنا في الشغل مبسوط معاهم. وبيعرفه كمان إنه بيكره برنت جوز والدته اللي بيكون باين قدام الناس بينصحه عشان مصلحته، لكن أصلا في وسط الكلام بيتريق عليه، وإن برنت بيضحك على والدته وشافه كذا مرة وهو مع صاحبتها. لكن اتفاجئ إن بالرغم من إن والدته عرفت إنها ما كانتش قادرة تسيبه، لكن أوين وقتها بينصحه إنه لازم يرجع ويعيش، والأيام دي هتعدي ومع السنين أكيد حياته هتتغير. وبيبدأ يعرفه كمان إن شخصيته اتغيرت كتير ودلوقتي هو مش قلقان عليه لأنه أكيد لما يكبر هيقدر ياخد كل قراراته بنفسه ومش هيحتاج مساعدة من أي حد. ولما بيرجع البيت بيعرف إن الأجازة خلصت وأهله مقررين يرجعوا، وبيزعل لأنه خلاص هيسيب المكان وهيسافر. وأول حاجة بيعملها إنه يروح يودع سوزانا، وبيروح يقول لها أنا ماشي بس بوعدك هرجع في الصيف اللي جاي ونتقابل من جديد. وبياخد رقمها عشان يتكلموا مع بعض. ولما بيكونوا في الطريق وبيعدوا على المدينة المائية بينزل عشان يسلم على أصحابه، ولما بيتأخر شوية والدته بتقلق عليه وبينزلوا عشان يدوروا عليه في المكان. ولما بتدخل المدينة المائية بتتفاجئ إن ابنها كان أشهر حد في المكان وكان بيشتغل هناك كمان، وبتلاقي صورته متعلقة وبتعرف إنه كان أفضل حد في الشهر لأنه كان أكتر موظف مجتهد في المكان. وبتقرر والدته إنها تروح تشكر أوين عشان اداله فرصة إنه يشتغل معاهم وإنه حسن من سلوكه وحالته النفسية. وبيقول له دانكن إنه هيكلمه على طول وإنه هيستنى المصيف اللي جاي عشان يرجعوا يتقابلوا من تاني. ودانكن بيكون الصيف ده بالنسبة له استثنائي في حياته وبيكون استفاد منه في حاجات كتير. وبكده بيكون خلص الفيلم. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.